وكنت كل يوم اهلي كانوا بيموتوا عليا وعارفين ان انا ممكن اموت في اي وقت، وكنت بحافظ على الارض اللي هي ارض دي. ما هي دي ارضي، يا مش الارض هي العرض اللي احنا خدناها يا شباب يا مسلحين يا جنود. مش الارض هي العرض، ومفهمينكم كده. انا كنت بخدم في شمال سيناء في الشيخ زويد، وما كنتش بمسك عصايه، انا كنت ماسك اربجيه وسلاح آلي خفيف. يعني انا اكتر واحد احافظ على البلد دي من الاخر، وعارف اللي ليا واللي عليا. انا قدمت اللي عليا، انا عايز اللي ليا. فين بقى؟ هتقول لي نقعد؟ ما فيهاش اعداد. هتقول لي يلا تعالى نرفع الطلبات؟ ما فيهاش طلبات. ده واحد زائد واحد بيساوي اتنين. انا بحافظ على ارضي وعايز خدمات. انا يا عم انا ليا 3 عيال، عايز يتعلم من احسن تعليم. اما يتعب اروح للمستشفى. لما والدي يعوز معاش يروح يجيب المعاش بتاعه من اقرب مكان. ازاي يعني؟ احنا مش عايزين مرهمه، احنا جايين. ايوه احنا قرف، احنا قرف. هو احنا ناس مقرفين. ايوه احنا ناس مقرفين. احنا ناس مقرفين يا عم، ما احنا بالنسبه لهم ناس مقرفه. ايوه ما هو احنا ناس مقرفه. مش عشان عشان مصلحه خاصه ولا شيء. بتتكلم معايا وعايز تعمل مصلحه خاصه. ما كلمه حلوه. لا يا باشا ما تقلقش، ده شويه كده هيزهقوا ويمشوا. مش هنمشي ومش هنفتح الجهاز. والله انا ولا واحد من دول كان يدخل مصلحه شخصيه. بقول لك ايه يا كابتن انت واقف في السرعه بتقول في ايه؟ انت عمال تقول لي في ايه؟ وايه مشاكلكم؟ دلوقتي رفعت التليفون وقلت ده شويه حاجات كده هنمشيها. ماشي يا باشا احنا مش هنمشي. ماشي بقى تمشيها ازاي؟ هو الجهاز واقف كده انا ليا حقوق. انا جاي طالب بحقي كمواطن مصري في جزيره الوراق اللي هي ارضي. انا ما بجيش مش هتجب عليا. انا ماليش غير طلباتي وحق. هي دي طلباتي، هي حق. ايوه السرقه اللي شغاله دي تخلص، النهب اللي شغال في الجزيره يخلص. جهاز السرطان ده الجهاز ده يتقفل لو ما عمليش الخدمات بتاعتي. يتقفل يا سعاده الباشا يا كابتن. الجهاز ده لو مش لا، ده تنميه مدينه الوراق الجديد صح؟ حضرتك تنمي لي مش تهدالي، ولا انت عايز تفضيها وتنمي من جديد؟ ما برضه لازم كل واحد يقول لنا ايه النيه. مش هنفضل نحرق ونقعد ونرفع. المطالب كلها اترفعت من 7 8 سنين، وناس افاضل كبيره من عندنا كانت قاعده. ما هم اللي هدوا المستشفى. هو مين اللي هد المستشفى؟ هو مين اللي هد المستشفى؟ ومين اللي هد الوحده المحليه؟ عصابات شغالينهم عصابات. والله يقول لك مالكوا فيه ايه؟ ونفتح الجهاز. ده الجهاز ده اكبر حرامي، اكبر ناس حراميه. تعبنا نفسنا. حد يقول لي الارض. اطلع من المعديه اصطبح بوش ظباط وعساكر على المعديه. هو في كده؟ نصطبح بوش عساكر وظباط على الصبح. الصباحه بتبقى زي الخرا. الواحد يطلع يلاقي متاريس. ايه ده؟ احنا بلد ولا عصابه؟ الناس دي قاعده بأنهي قانون تقعد على المعديه الناس دي؟ بأنهي قانون تقفل لي المستشفى؟ بأنهي قانون تمنع لي مواد البناء؟ كل يوم يجي لي ناس زي كده زي الورق. انا عاوز اقرب كده. خليك انت زي ما انت عايز تمشي مصالحك. الخدمات بتاعتي تتنفذ. ده الجهاز ده للخدمات مش للسمسره. مش هتأدي لي الخدمات هنجيب يافطه من الصبح نكتب عليها جهاز سمسره جزيره الوراق. جهاز سمسره جزيره الوراق بكل النسور والسيوف والنجوم دي كلها. ده كله جاي يسمسر علينا في جزيره الوراق. ويبقى الوضع كما هو عليه، ودي قاعدين يكفيكوا شر الجايين. هما كلمتين: لا تحبسونا وتريحونا لا تقتلونا، وشكرا. عشان احنا ما بقناش مش قادرين نعيش في الفساد اللي احنا فيه ده. الفساد اتملى حوالينا. واحد يطلع يلاقي كام ظابط من الاخر وامين شرطه وعسكري وحاطين لي حواجز وعربيتين مصفحتين واقفين.
ايه يا عم؟ تعال روحوا معديه شبرا، شوفوا معديه شبرا شكلها عامل ازاي. كل يوم بنعدي على خشبتين. كل يوم حاسس بالغدر منكم في اي يوم طالع على الشغل. حاسس ان انتوا هتغدروا بينا. حاسس ان احنا هنطلع من هنا وتعملوا زي ما قفلتوا المعديه. عشان الرجاله طلعت على الشغل راحوا نازلين، عشان عارفين ان في حريم في البيت راحوا رايحين على طول على المعديه قافلينها عشان ما كانش في رجاله في البيوت. لكن اول ما الرجاله راحت فتحت المعديه الدنيا اتقلبت، ومفيش وعود ومفيش كلام، كله في الهوا. مفيش واحد يقعد معاك يقول لك كلمه والتاني يوم يقول لك لا خلاص كده انت لويت الدوله. دوله ايه يا عم؟ احنا مش عايشين في اللي دولة. عايشين فيها دي دولة سكافونيا. ده خلاص ده الواحد تعب. ولنا لقاء اخر، ويا ريت يعني كل واحد خايف على البلد يجي، يا ريت كل واحد محترم خايف على البلد بجد. بلاش سيبكم بقى من كلام النت بقى واصل المصالح شغاله دايره. لا، احنا جايين مش عشان مصالح شخصيه، احنا جايين عشان خدمات للبلد. هيعملوا لنا خدمات للبلد هيشتغلوا في البلد، مش هيعملوا خدمات للبلد يبقى مفيش شغل في البلد. الناس المحترمه اللي قاعده في البيوت تيجي عند الجهاز وهم سامعين الكلام، وهم كلمتين: لا يقتلونا لا يحبسونا.